نساتي سادتي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الأمسية الكروية التي يحتضنها استاد الإسماعيلية، حيث نلتقي مع مش عارف بورتجال، ده احنا لسه في البداية عصبيته الجامدة. نكمل وإحدى اللقاءات الساخنة التي نترقبها جميعا وينتظرها هواة الفن الكروي الجميل، وتدخل تحت بند صراع الكبار، الإسماعيلي والأهلي، القميص البرتقالي والقميص الأحمر. الإسماعيلي أحد قلاع الكرة المصرية ما فيش كلام، استولى تماما على قلوب كل الجماهير بعد أن ازداد تألقا في المسابقات العربية والأفريقية بأدائه الرائع الممتع. يحاول بكل جهد والاجتهاد أن يصادر النقاط الثلاث لعل وعسى يكمل المشوار وينجح في أداء دور الوصيف، فهل تساعده الأقدار بعد الانقلاب السلمي اللي أطاح بالألماني ثيو كير للاستيلاء على الطابق الثاني كإحدى الأمنيات؟ الأهلي وهو في نشوة الفرح وبعد أن سيطر تماما على القمة ومين قده، فقد اجتاز كل العقبات وتخطى كل السدود وقدم عروضا راقية وحقق الكثير من الإنجازات واستعاد العرش اللي ابتعد عنه 4 متتالية، وحول مسار درع الدوري العام لدولاب بطولاته. يبحث هو الآخر عن فوز جديد يحقق به مزيدا من الأرقام القياسية. ماتش النهارده يأتي مع بداية الأسبوع ال25 لدور الهبوط الثلاثي والذي يحمل الرقم 48. حظ طيب للفريقين والتمنيات إلى حضراتكم بقضاء وقت ممتع ومشاهدة مباراة طيبة. فات لغاية دلوقتي 4 دقايق وما زال التعادل السلبي بين الفريقين. نقول لكم تشكيل الفريقين بسرعة. بالنسبة للنادي الإسماعيلي، محمد فتحي لحراسة المرمى، النهارده ليبرو كابتن التيم عمرو فهيم، 2 مساكين قصاده معتصم سالم 18 والشيب عبد الفضيل 15. في الجانب الايمن احمد الجمل 22 وتابعه احمد او ياورو احمد فتحي 24. شفناه في بدايه اللقاء كان في احدى القرارات خد فيها فاول. وفي الجانب الايسر سيد معوض صاحب القميص رقم 14 وقصاده نجم النجوم حسني عبد ربه، وضربه حره غير مباشره للاسماعيلي نتيجه انه رافع رجله الاثنين زمايل بقى قبل كده، حمص وعماد النحاس. ضربه حره غير مباشره من مكان كويس قوي، لكن طبعا دي لازم تتبصى، والمتخصص موجود عندنا هنا حسني عبد ربه حراس المرمى امير عبد الحميد النهارده بياخد فرصته. بالنسبه لحمص بيلعب ارتكاز، قصاده محمد محسن ابو جريشه 10 وعمر جمال 11. نتابع مع بعض الكره دي ونشوف هيحصل فيها ايه. فوق سعد معوض شاطها فوق. كل لعيبه الاسماعيلي حالقين ما شاء الله، كانوا بيعملوا عمره بعد اللقاء مع النادي اهلي جده. نتمنى لهم التوفيق في البطوله العربيه في اللقاء الاخر. هنا اتغلبوا هناك 2-0. الاهلي النهارده امير عبد الحميد حراسه المرمى، عماد النحاس ليبرو 16، 2 مساكين شادي محمد 7 بيغيب وائل جمعه الاصابه، فرامي عادل 30. والجانب الايمن اسلام الشاطر ابن الاسماعيليه، وفي الجانب الايسر جilberto حسن مصطفى 14 ومحمد شوقي 17 ارتكاز. بيلعب عماد متعب راس حربه وحيد 13، تحتيه ابو تريكه 22 محمد بركات 8. ودول طبعا الثلاثه دول هم مفتاح الفوز او المكسب الاهلي، زي محسن ابو جريشه وعمر جمال وفتحي وطبعا حسني عبد ربه وحمص في الاسماعيلي. بيحكم هذا اللقاء الحكم الدولي عصام عبد الفتاح، معاه صبحي راشد وليد شعبان، والحكم الرابع كابتن محمد فاروق. ال6 دقايق اللي فاتوا هجمه للاسماعيليه والكره عندها في ايد امير، لكن الجمهور مسخن الماتش يا جماعه، الجمهور مسخن الماتش. وطبعا الكره الدراويش والاهلي والزمالك الماتشات الكبيره دي لها عشاقها. فبعد طبعا ما فتحت المغاره الافريقيه ابوابها للاهلي والزمالك والاسماعيلي والمقاولين ومشاركتهم الاسبوع الماضي في البطولات الافريقيه ابطال الدوري والكونفدراليه، عدنا احباء كرام لخبزنا المحلي. اهو اسلام الشاطر، خبزنا المحلي حيث الاثاره والمتعه في الاسابيع الاخيره للدوري العام. حسمها الاهلي طبعا باستعاده العرش. ما زالت المنافسه شرسه على الفضه بين الفرسان الاربعه الاسماعيلي وانبي وحرس الحدود والزمالك. اتسعت دائره الفرقه المهدده بالهبوط لدوري المظالم للرقم 7. الفاول على حمص تاني، في فاولات كترت والصفافير كترت، وحمص فاول لصالح صاحب الرئات الثلاثة حسن مصطفى وصاحب القميص رقم 14.
طبعا حسن، اتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. الاسماعيلي يا احبائي الكرام مدرسه كرويه قايمه بذاتها، مدرسه كرويه قايمه بذاتها. والاهلي طبعا والزمالك الفرسان الثلاثه الكبار بتوعنا عبر كل الاجيال، عبر التاريخ. تخيل الترسانه فتره داخل العلوم فتره، لكن يعيش الاهلي والزمالك والاسماعيلي طبعا. فاول للاسماعيلي عند عمر جمال المجتهد، وتتاخد في نص الملعب. على فكره النهارده المناوره هتبقى مهمه جدا في خط وسط الفرقتين. هنا في الاهلي في 4، وفي الزمالك وفي الاسماعيلي في 3، والسبعه هم نجوم الفرقتين. المناوره والانتاج هو ده اللي هيساعد الفراوده. احمد حسن فايت عمرو جمال منكود قوي، ولسيد معوض احد اصحاب القدم اليسرى. سيد معوض فارس الجبهه اليسرى وحامل اختامها في الفريق البرتقالي. تماس معتصم سالم رقم 18 استعمر هذا المركز لروح القتاليه اللي اتعرف بيها طبعا، ومهاراته الفضائيه لانه بيجيد العاب الهواء. معتصم سالم. حسني عبد ربه احد نجوم الاسماعيلي، وتمريره بينيه جميله، حدفت شويه الكره العرضيه لكن قطعها بخبره عماد النحاس. حافظ عماد الحقيقه، عماد النحاس اعاد لدفاع الاهلي كبرياء واتزانه. اراها حلو زي ما انا بقول، وراح حلو وقطع حلو، لكن هجمه اسماعيلاويه جميله، وهنشوف كره حلوه يا جماعه. اسلام الشاطر في الجانب الايمن هو اللي سيطر على ممتلكات النادي الاهلي في الجانب الايمن في الفتره الاخيره من نجوم الكبار. هنشوف هيحصل ايه الحوار بين المدافعين هنا والمدافعين هنا. عندنا محمد محسن ابو جريشه اصحاب المهمات الصعبه جايب 6 جوال. عندنا عماد متعب الناحيه الثانيه هداف الدوري ما شاء الله جايب 14 جول. الحوار بينه وبين المدافعين هيوصلنا ليه؟ هيبان القميص البرتقالي والقميص الاحمر. هنا ابو تريكه بيحاول، سيد معوض يشيل، والتماس. المباراة حتى الآن أحبائي الكرام واحنا داخلين على الدقيقة 10 غير واضحة المعالم. في نشاط، في حيوية، في نشاط في حيوية في استلام، في مناورات. الفرقتين بيبحثوا عن الفوز. يا سلام على الكرة الحلوة، يا سلام على الكرة الحلوة. ماشي، حسني عملها حلوة قوي، لكن جilberto مغطي. إحدى وظائف الجانب الايسر التغطيه في القلب لما يكون هجوم من القلب. محسن ابو جريشه ومعاه شادي، معاه محمد شوقي. كان كابتن تيم النادي الاهلي النهارده، والله لافت غياب يا شادي، وكان هو كابتن تيم النادي الاهلي في غياب عصام الحضري. موجود عصام في البدلاء. اسلام الملعب ده ياما لعب عليه اسلام الشاطر، وهو فارس الجبهه اليمنى زي سيد معوض في الناحيه الثانيه ناحيه الشمال. رامي لعب على فكره، رامي منتخب فرديلي، لعب رامي عادل، وهو بيلعب مكان وائل جمعه. النهارده كان وائل تألق وتجمل في المباريات اللي فاتت. هنشوف وائل هيعمل ايه. تماس النادي الاسماعيلي كالعاده معتصم زي ما قلت لحضراتكم، واثق في محسن اورتجال كويس قوي. خدها محسن ابو جريشه القميص رقم 10 ده اللي لازم يدينا كره حلوه. وادي حمص ومشاها جميله ناحيه شمال، طويله شويه على عمر جمال، طويله شويه على عمر جمال. والتماس للنادي الاهلي هيلعبها المره دي شادي محمد. داخلين على الدقيقه 11 والتعادل السلبي. ماذا يخبئ القدر للفرقتين؟ الفرقتين بيبحثوا عن المكسب زي ما قلت لحضراتكم. الاهلي ضمن الدوري لكن عاوز يعمل ارقام قياسيه وانجازات، وهات وخد جميله جدا. وماشي حمص واتلعبت لعمر النشيط، وعمر حمص يا سلام العقل المفكر. لكن المره دي التمريره مش كويسه، واسلام الشاطر شافها سيد معوض الاثنين. ده كان باك يمين وده باك شمال في الدراويش. الاسماعيلي والاهلي يا احبائي الكرام من القلاع الشامخه اللي ساهمت بشكل كبير في تسطير تاريخ الكره المصريه. ما فيش شك، الاسماعيلي والاهلي.
تماس. لسه عاوزين نشوف بقى اللعب على الجول. حلاوه الكوره هي خلق فرص التهديف، الاهداف، جول يصد. انا اعتقد ان الاسماعيلي النهارده في خط الوسط 2 نجوم كبار قوي، ونجوم كبار في اللعب اللي هو فتحي وحسني عبد ربه. لكن تفتكروا سنهم كام؟ واحنا بنقول نجوم كبار، سنهم 21 سنه، 20 سنه ونص، مواليد 84 في اخر 84 ما شاء الله. فتحي في شهر 11 هو وحسني عبد ربه. عمرو فهيم بيلعب ليبرو النهارده. عمرو فهيم مولود في شهر العظماء، شهر العظماء يبقى شهر اكتوبر، هو الفتى الذهبي في دفاع الدراويش. وتماس لسه ما شفناش محمد بركات، هيلعبها جilberto، بيقول لزمايله طبعا لغه الكره واضحه، تعالوا. عماد طوح ناحيه الشمال، ولسه لا في تماس للاسماعيلي. بركات طلعها، بركات هو بتريكا بيلعبوا تحت عماد متعب. صالوا جال بركات، عمرو فهيم ياخد من شريف لحمص، وحمص حلو قوي. واحمد فتحي جامد. احمد فتحي كان جاله عقد في الارسنال، وهقول لكم قصه ظريفه جدا والله انا كنت سعيد بيها. عماد لبركات، وفاول للاسماعيلي. انا شفت في احدى القنوات الفضائيه حديث لارسن فينجر المدرب العظيم للارسنال، لان كان راح عمل اختبارات هناك احمد فتحي واشاد بيه وما قالش اسمه. بيقولوا له يعني ما بتاخدش نجوم العرب ليه؟ قال والله جالي ولد من مصر صغير، ولد لعيب كويس قوي، ما اشوف الكره دي هتعمل ايه؟ طويل. ده الكلام ده لاحمد فتحي ارسن فينجر اللي قال. وقال لكن ظروف ان احنا خلصنا عدد اللعيبه ما قدرناش ناخده، لكن ولد مميز. والله انا وانا بتفرج كنت سعيد جدا بكلام هذا الرجل ارسن فينجر. طبعا مدربين اللي ليهم دلوقتي بصمه كبيره في تاريخ الكره العالميه ومع نادي الارسنال. رامي تاني من ناحيه اليمين، بيناور واحمد الجمال، والكره العرضيه والله مخطوفه خطف ما طلعتش يا ابو جريشه. احد رواد الفضاء في الكره الاسماعيليه محسن ابو جريشه. الماتش بتاع الدور الاول على فكره انتهى 1-0 اللي كان في مصر، جابوا شوقي والله لعبها حلوه ومخطوفه خطف يا ابني. واهي بص الكوره الحلوه والجبل وهوبا ابو جريشه امير بص لها وبعيد، غشتنا من بعيد، باينه بقى انها جنب القايم، تشوف راحت فين. والركنيه ومحطوطه جميله جدا يا عم. بقى المدافع المودرن عمرو فهيم، المدافع المودرن مفيش كلام. زي ما بقول لحضراتكم الفتى الذهبي في دفاع الاسماعيلي، وهو هداف مودرن، مدافع من طراز اوروبي. يا ما جاب السنه اللي كسب فيها الاسماعيلي الدوري الاخيره مع محسن صالح، كان ليه دور كبير قوي مع الاهلي، جاب جوال في الاهلي وجاب في الزمالك وجاب هنا في مصر المباراه الحساسه المهمه جولين. والله يا عمرو ويبعد بقى عن الفاولات والحاجات دي يبقى 10 على 10. الاسماعيلي وصايع عمر جمال جايب جول في الزمالك السنه دي. عمر جمال جilberto كان عليه صولات وجولات واشكال في تجديد العقد معاه، لكن في النهايه هو احد اصحاب البشره السمراء من انجولا، واسمه الحقيقي على فكره فيليشبرتو سيستيبان. اوبا وافراد يقدر جول يضع الاهلي في المقدمه. يا محمد بركات مش فرحان قوي يعني، بيقول ان انا جايب جول في التيم بتاعي، لكن ما شاء الله محمد بركات يا جماعه، محمد بركات جوهرجي وهداف، تمريرات ايه كده وحلاوه ايه، واقول عليك ايه يا بركات، مستر فوتبول السنه دي. والله مستر فوتبول يا ابني، رشاقه ايه وحلاوه ايه واداء ايه وفهم ايه. شوف انتقاله، شوف الكره هنعاد، شوف الاعاده اتلعبت له حلوه قوي وانفرد وبراس بعد فتحه ومن زاويه ونقدر نقول شبه مختومه بالشمع الاحمر، حط الاهلي في المقدمه في الدقيقه 17. محمد بركات، لكن شفنا احنا محمد بركات يعني جايب الجول اهي من زاويه ثانيه بعدها لنا
احمد دهن زميلنا المخرج حطها حلوه قوي. 1-0 للاهلي. 1-0 الاهلي في الدقيقه 17. 1-0 محمد بركات نجم هذا الموسم في الكره. واعتقد هنا الاسماعيلي هو طبعا يعني لمسه حلوه منه، ما زيطش ما هللش ما قلعش الفانيلا، لان دي برضه القديم في وفاء عايش فيه، وهو اللي اداله الاسم والتاريخ هو النادي الاسماعيلي. لكن هذه هي حال الدنيا وهذه هي كره الاحتراف. يا سلام يا اسلام، شوف تمريره بخارج له نموذجيه. هو ايه قال له ابعت لي يعني دايره فكريه مغلقه ربطت بين اسلام الشاطر وبين بركات. ابعت لي يا بركات شوف، ابعت لي يا اسلام شوف شغلك يا بركات. بركات شاف شغله وجابه. جميل 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 السيمفونيه. هل الاسماعيلي هيسقط؟ هل هنشوف ايه اللي هيحصل؟ محاولات من بدايه الماتش الاسماعيلي، محاوله احراز هدف، جالهم كورتين كويسين، ولكن الاهلي خلص ببركات. معه حمص يتألق حمص النهارده حلوه، شوت يا راجل على طول، ما شاطش على طول، راحت الفرصه. راحت الفرصه وطلع حسن مصطفى، لكن جيم مفتوح. هذا هو حال الكبار. كرة حلوه بنستمتع بها يا جماعه، حتى احنا كمعلقين بيبقى عندنا كلام نقول. والفاول كالعاده على جilberto رايح يعني يبقى فيها هدف واحد لمحمد بركات، لكن ممكن يبقى فيها هدف للاسماعيلي وايضا للاهلي. احمد الجمل هيتقابلوا كتير في المنطقه دي. احمد الجمل حامل اختام هجمات الاسماعيلي من ناحيه اليمين، وجilberto ناحيه الشمال. فتحي، احمد فتحي اللي حكينا قصته بيرتقي فوق الجميع. محسن ابو جريشه ما شاء الله يجيد العاب الهواء زي علي ابو جريشه، الله عائله ابو جريشه الله يرحمه، محمد صلاح ابو جريشه، اسف صلاح ابو جريشه، ومحمد ابنه محمد صلاح ابو جريشه اللي كان في الاسماعيلي، وكلهم بيجيدوا العاب الهواء. الفاول حسن مصطفى المره عصام عبد الفتاح حكمنا الدولي، مع صبحي راشد اللي ماسك فراوده الاهلي، ووليد شعبان اللي ماسك فراوده الاسماعيلي. حكم الرابع محمد فاروق. التحكيم في المباريات دي الله يكون في عونهم، نتمنى لهم التوفيق، لان الحكام مؤثرين جدا في اللقاءات اللي فاضله دي كلها. ادى ابو تريكه لمسه كويسه للشاطر اسلام بينيه المره دي، لكن صحي لها بقى محمد فتحي. سادس موسم ليه محمد فتحي في الاسماعيلي، جدد عقده موسمين 250,000 في الموسم، واعلن طبعا سعادته بتجديد العقد في الاسماعيلي. خد مكان محمد صبحي. محمد صبحي مع كرسي البدلاء، ما تيجي فرصه هقول لكم كرسي البدلاء. عمرو فهيم حمص مجهود كبير جدا وخبره وكوره جميله يا حمص، ويؤدي عمل رائع في خط الوسط وتمريره. طلع متاخر امير لكن لحق، قام بدور الليبرو وقدر يقطع الكره دي قبله. معتصم وفاول معتصم سالم اتنقل من جولدي، تاني موسم ليه، عنده 24 سنه ونص، ما شاء الله كلهم شباب تيم الاسماعيلي. والتماس لاسلام الشاطر. التقدم للنادي الاهلي يا احبائي الكرام بجول مستر فوتبول بركات. والله هو يعني اللقب ده يلائمه السنه دي. نتمنى له التوفيق مع النادي الاهلي ومع المنتخب. البطولات الافريقيه نجم كبير. متعهد الضربات الثابته في نص ملعب الاسماعيلي معتصم سالم، بيفرق الجول، بيدي معنويات للنادي الاهلي. كان في سيطره الاسماعيلي في الاول، وبعد كده هنشوف هيحصل ايه. 90 دقيقة أشغال كروية شاقة. ما نشوف الكرة دي حسن مصطفى ملتزم. شوف فين حسن صاحب الرئات الثلاثة زي ما أنا بقول. 90 دقيقة أشغال كروية شاقة لنجوم الفريقين، مباراة جماهيرية، مباراة نجومية بكل تأكيد، مباراة تعني الكثير لجماهير الناديين. كرة طويلة محمد بركات، عمرو، لكن جilberto يلحق في زحلقة من شريف عبد الفضيل، وترجع تاني لفتحي. يا سلام يا فتحي، يخترق فتحي، عاوز يشوط، حطها بره شوية، هو حطها في رجله، ولو على زاوية مفتوحة كانت راحت لأيمن. جilberto يدي بركات، راجع يساعد بركات، بيعرف يتحرك في الملعب ما شاء الله، فكره كل كره، ولا الكره مقطوعه، راها حمص، تحس انه متوقعها وحط رجله، والتمريره الطويله وفتح. الاحلام الورديه للقافله البرتقاليه هي انتزاع الفضه والسيطره على الطابق الثاني الموسم ده.
اما الاحلام الورديه للقافله الحمراء مزيد من الانتصارات، مزيد من الارقام القياسيه بعد الاستيلاء على الذهب طبعا. فاول على شوقي دقيقه 23 احبائي الكرام، والمقدمه حمراء بقدم مستر فوتبول بركات. ترجع الى عمرو فايد قائد الدفاع عام وخبره، كان في الزمالك وراح اسوان، وجوري خده من اسوان منتخب ورجع الزمالك وبعدين اسماعيلي. اسلام بيحوشها بخبره، اسلام بيحوشها بخبره، بيحوش زمير الضرب، ما الاثنين ايه لا هم اصحاب. بيعيد الجول تاني، يا سلام تمريره حلوه ما فيش تسلل وانفرد، وشوف الزاويه وبالمنقله والبرجل حط بط رجله اليمين، راح لابو تريكه بيهنيه هو زعلان. وتاني نفس الغلطه كان هينفرد عماد متعب. معتصم ماشي تم اعتراض لعبها مغطي عماد يطلعها تماس سيد معوض من انتاج الالومنيوم اصلا قبل الاسماعيلي. احمد فتحي 24 احمد. عمرو فهيم سيطره حول تعويض الهدف من احمد فتحي بيلعبها لجامل، لكن محسن ابو جريشه لسه يعني تحس ان الاسماعيلي يعني مستعجل الدرون، فعشان كده بيفقد كور كتير. لو يهدوا ادي عمر جمال النجوم كويسه قوي على الصعيده الوعيده، يا سلام عملها المعوض وفي تسلل، في رايه، لا في رايه رافع وليد شعبان والتسلل. نشوفها تاني، لا برافو وليد. فعلا الحاجات دي دقيقه جدا يا جماعه، ما يقدرش الحكم يشوفها الكره دي زي دي بالذات، ما شافهاش غير وليد شعبان حكم ماتشين للاهلي، واول مره يحكم للاسماعيلي وليد شعبان اللي ماسك فراوده الاسماعيليه. تماس للاسماعيلي بعد الانقلاب السلمي في قلعه الدراويش، والسلطه خدها محسن الأورتجال وابتعاد الالماني بوكير. يتمنى طبعا التركي استخراج شهاده الاقناع في اول سنه شغل من جماهير الاسماعيلي العاشقه للفن الكروي الجميل. الماتش ده مهم جدا ليه يا أورتجال، حافظين النادي الاهلي ومركزين جدا. وادي شوقي ما خدش فاول، هو زعلان شوقي. على فكره شوقي من الناس الموفقه جدا على الاسماعيلي، في الدور الاول 1-0 هو جاب جول. السنه اللي فاتت تفتكروا هنا الماتش اللي الاسماعيلي لما تيجي فرصه اشرحه، لكن الاسماعيلي كسب 2-1 بالجول حسن عبد ربه في مشهد دراماتيكي عنيف في الوقت بدل الضائع. و شوقي برضو جاب جول النادي الاهلي خسر 1-2، لكن شوقي برضو جاب جول. سيد معوض يقود احدى الهجمات للقافله البرتقاليه من الرجال اليسرى، قدم اليسرى تتلألأ لابو جريشه، وابو جريشه بيلعبها الحسني وبيحطها، راحت ساره اما بتوصل الى منطقه الجزاء. عمرو فهيم اشترك معاه ابو تريكه وبتتلعب برافا فتحي. نموذج حي وتابلو رائع لدور فتحي كان في المنيا واسوان لدور الليبرو. شوف طلع فين خارج ال 18. دلوقتي دي احدى الوظائف الرئيسيه لحارس المرمى. حسن مصطفى بيلعبها لابو تريكه. ابو تريكه احد الفناني النادي الاهلي، كان في الترسانه قبل كده، اتقطعت وماشي فتحي ولعبها لكن مغطي 10/10 شادي. يا سلام يا شادي، غطى كويس قوي وقفل على محسن. وادي ايمن جمل، احمد الجمل، هو ليه اخوه ايمن وما اعرفش كل ما زعل الاسماعيلي اغلط اقول ايمن الجمل، احمد الجمل كان ليه اخوه هنا. والفاولات كترت الاسماعيلي. الاهلي هذا الموسم احبائي الكرام تحدى كل الالغام والاشواك بقياده زيه البرتغالي الجديد القديم مانويل جوزيه، ونجح في صياغه بيان ناري مكتوب بلغه التحدي بعد مصادره ال 68 نقطه حتى الان، واعاده درع الدوري لدولاب البطولات. قبل الماتشين خلاص الماتشات دي مش مهمه ليه الدرع. والفاول والكره العاليه امير من اعلى نقطه. هنا عصام الحضري بيطمن اطول شويه من امير بيزقه. احمد ناجي قال لي عليها هتشوف هو فورمه كويسه. رجعت لفتحي
77. الكرات العالية المشتركة سكنت الكرة تمام. ايضا رفعوا من 85 عند 86. الجمل احمد بقى المره دي مش هنغلط فيك يا احمد. احمد الجمل وبتلعب لحمص وبرافو يا امير. بدايه تالق وبدايه. هو طبعا تعرف حراسه المرمى دي مشكله يعني ملوش غير حراس مرمى يعني ممكن باك يكون كويس لعبه هاف باك لعبه سنتراف لكن الجول مفيش. فعصام الحضري طبعا نجم كبير جدا فلما بيحوش هنا زي ايام ما كان في ثابت واكرامي وشوبير اتحشوا به وسموه بقى الراجل يعني كان صبور جدا ولغايه ما خد فرصته بعد ما بطل. في تسلل واضحه قوي الاعاده جميله ومن زاويه حلوه اعاده ابو تريكه وبرضه عماد كان اوف سايد بس هي مش ناحيته. حسن مصطفى ده ليه قصه كمان. هو خط وسط عنيد ومكافح. حسن مصطفى عنيد ومكافح وانا بقول عليه من اصحاب الرئات الثلاثه. جهد ما شاء الله يحسد عليه واحنا داخلين على الدقيقه 28 والصفافير كترت والفاولات كترت. عايزين بقى اداء راقي كده نتفرج على 17 دقيقه اللي فاضلين وفي سيطره ميدانيه للنادي الاسماعيلي ولكن بدون انياب حقيقيه حتى الان. والهدف للاسماعيلي. الكرات المرتده في منتهى الخطوره. حمص سيد حمص في كل مكان ما شاء الله حمص ولعبها ولكن بعيد عن محسن وياخدها امير. دقيقه 30 والفاول على عماد. بيقول له خلاص صفر يا عماد ما هياش قصه ده انت راجل منتخب مصر دلوقتي وما شاء الله. هو كمان ده من الشباب الصاعد يعني عندنا هنا عندنا احمد فتحي وعندنا حسني عبد ربه وعندنا عماد متعب. ثلاثه ما شاء الله سرقوا الاضواء من الكل ومنتخب مصر ونجوم كبار وعندهم 21 و20 سنه. عمرو بيختلف تتاخد كورته وحسن مصطفى اللي كان ناحيه اليمين راح ناحيه الشمال. مش بقول لكم اصحاب الرئات الثلاثه. وادي اسلام شاطر بيقود احدى الهجمات ناحيه اليمين. ابو تريكه والتمريره السحريه الحلوه لجilberto لكن لا تكتمل حتى الان هجمات النادي الاهلي. وعمرو فهيم وشريف عبد الفضيل ومعتصم سالم قايمين بدور كويس ورا وقاريين. وادي ناحيه الشمال عمر جمال. هو لو يباصي بمجهود كويس بيزودها شويه. رجعها الحمص يا سلام. ارتكاز يسير بخطى ثابته نحو التالق والابداع. حمص في هذا اللقاء مفيش كلام. 26 سنه مش كبير. جايب جولين السنه دي للاسماعيلي. اول واحد اداله فرصه المدرب الالماني ويسترهوف. التماس لحمص اللي بنحكي قصته. حمص مخزن متحرك للامداد والتموين ما شاء الله يا حمص في كل مكان. ويرجعها لمعتصم ومعتصم بيلعبها لعمرو وعمرو طويله. احمد الجمل 22 سنه برضه ونص. بدايته كان مع كابتن محسن صالح السنه اللي خد فيها الدوري. ومن مدرسه الكوره هنا في الاسماعيليه ما شاء الله مجموعه كبيره من الشباب اللي في البدلاء واللي بيلعبوا من مدرسه الكوره في الاسماعيليه. اتلعبت على طول العرضيه من محمد حمص ولكن اتوقع على كده محمد شوقي. عماد متعب ولكن اعلى منه على طول عمرو فهيم. والفاولات ده لو تحسب الفاولات اتلعبت على طول ومشيت. حمص وحطها حلوه قوي ناحيه اليمين ولحق ما لحقش يا احمد ما لحقتش. لكن واضح قوي ان محمد حمص نجم هذا اللقاء حتى الان. وقع على عقده اخيرا 3 سنوات. كان في مسلسل حمص والاسماعيلي انتهى الواقع. التسلل بيلعبوا مصيدة التسلل سلاح ذو حدين. لو قدر النادي الاهلي يضربها بلعيب جاي القادمون من الخلف والفراوده ما تجريش هيبقى انفراد زي جول بركات كده. ما قدرش يبقى الاسماعيلي هيحط اللعب كله في نص ملعب للاهلي. ده ليه كام فاول يا عصام؟ اظن بقى هتطلع كارت ولا حاجه. اعتقد فعلا رامي عادل اول ظهور ليه. يعني لعب منتخب على فكره رامي قبل ما يلعب في النادي الاهلي.
واحد فوازير كرة القدم، لأنه لعب منتخب قبل زي محمد عبد الوهاب قبل ما يلعب في النادي. محمد عبد الوهاب موجود معانا في البدلاء على فكرة، داخل جامد. أول موسم ليه كان في المقاولين، لكن طول ما شاء الله 183 سم. والكرة بالكرة العكسية برجله كانت في إيد أمير. لا دي كرة لازم تتمسك. تاني كرة عالية سهلة قوي في إيد أمير. طبعا استراتيجيه الاعداد لماتش النهارده قطعا كان عباره عن كوكتيل تضمن فطور دسم ومراجعه سريعه للخطط والواجبات من مانويل جوزيه واورتيجا. فتحي جماهير النادي الاهلي كتير هنا، جماهير الاستاد ما شاء الله فل الفل بساعه 30,000. عمر خطفت من عمر. بقول لكم انه مجهود كبير لكن بيتفزلك زياده، بيحتفظ بالكره كتير بالرغم انه مهاري جدا. هيتعلم عمر جمال، لازم يتعلم ان مش كل حاجه امتى ترقص امتى ما ترقص. عن 23 سنه، تاني موسم ليه من الالومنيوم كان في مغاغه الاول. مغاغه دي على فكره نقول الجزيره اللي بيجيب منها المواهب نادي الاسماعيلي. احمد حسن وعماد النحاس وهنا عندنا عمر جمال وسيد معوض حسن مصطفى ابو تريكه لاسلام والتماس لاسلام الشاطر. اسلام الشاطر يدخل دائره الضوء تدريجيا. ما كانش بيديله في الاول مانويل جوزيه، مع الوقت وصل لفورمه كويسه. عنده 28 سنه. بدايته نادي الاولمبي، راح الاسماعيلي، الزمالك، اتحاد جده، ولعب لاكبر من اللعيبه. نادرا ان تلاقي لعيب يلعب لاكبر الانديه المصريه. لعب مع الاهلي دلوقتي، وقبل كده اسماعيلي، وبعدين لعب في الزمالك فتره قبل المشكله بتاعته لما يدفع له 870,000 للزمالك، وكان خد 330,000 مقدم عقد. اسلام الشاطر واحترف طبعا في اتحاد جده قبل ما يجي النادي الاهلي. لف الصيف الماضي كان هو اشهر مشهور اسلام الشاطر. ابو تريكه فاول على ابو تريكه، قال له انت زائق. عمرو فهيم قال له ابو تريكه انت زائق. عمرو الاشاره واضحه، او زقه فعلا. هو ده شده لكن الثاني زقه الاول. برافو يا عصام عبد الفتاح. اما شوف الكره دي يقدر، وحاشه بذكاء، حاشه بذكاء رامي، وحاشه بذكاء كاد ان يفعلها محمد محسن ابو جريشه. كره خالصه، كره خالصه والله. منتهى الخطوره تيم الاسماعيلي. انا حاسس ان في جوال هتيجي لفرقتين الحقيقه مدعمين بمجموعه كبيره من اللعيبه المهره، والجيم مفتوح. حسن مصطفى حسن بيفوت مع المجهود وانفراد، وهي تاني يا مش ممكن. لسه بقول لحضراتكم معقول يا بركات جولين في ماتش واحد، انفراد كامل. لسه بقول لحضراتكم انه بيلعبوا تسلل، مفيش عمق دفاعي، والتمريره لو قدر القادمون من الخلف اللي هو بركات يضرب يبقى هينفرد وهيجيب اجوان. ما قدرش يبقى هيبقى الاسماعيلي مسيطر. فترات كتير الاسماعيلي مسيطر، والغلطه بفوره زي ما بنقول. 36 دقيقه احبائي الكرام، الجول الثاني بعد 36 دقيقه بركات. محمد بركات يا سلام. جول جميل جدا. هو جول سهل لكن هو جول مغلف باللون الاحمر طبعا، وجول جميل بيحتفظ محمد بركات بكل اسراره. هو عارف جري امتى، هو عارف هيحط ايه. ما شاء الله عليك يا بركات، ما شاء الله يا محمد بركات. يتالق ويتجمل محمد بركات في اسى لقاء، ويا سبحان الله. ومع مين؟ مع النادي الاسماعيلي. محمد بركات هو جايب 5 اجوال، يرفع رصيده الى الرقم 7. ومحمد بركات الجول الاولاني دخل التاريخ لانه جاب الجول رقم 2000 للنادي الاهلي. اول جول جابه النجم الكبير الله يرحمه احمد مكاوي في ماتش اليونان 5-0، ورقم 2000 جابه بركات، و2001 بركات كمان. والله وبتتحط عرضيه، يقدر يجيب جول. يا راجل حط يا راجل. مش ممكن يا محسن ابو جريش، انت عاوزه على طول. ما هي هنا بقى، مع انك هداف قدير، هداف بدرجه قدير جدا يا محسن، واستخرجت بطاقه عضويتك في مملكه الهدافين. 6 جوال جايبهم،
فوق وتحت بتجيب، مش ممكن. كان الجول كان رجع المباراه الى موقف تاني، لكن ركنيه واتحطت هارد لك على العموم. حظك وحش يا محسن، حظك وحش يا محسن. في الدقيقه 38 كان هيصحح اوضاع القافله الصفراء. شوف الاعاده الحلو وهي معموله له لمسه واحده واتردد بقى بالعلم. حط يا راجل، عاوزه بقى بعيد عن الجسمين، هي عاوزه بعيد عن الجسمين، تتطوح شمال شويه كان دخل الجول. صارخ 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 اهي. ادي اللي احنا بقى بنقول احداث لا احنا كنا في غنى عنها. شريف عبد الفضيل يعني مش معقول ده انت لسه بتقول يا فتاح يا عليم في فريق نادي الاسماعيلي، نادي كبير، نادي كبير يا شريف عبد الفضيل. 21 سنه ونص، اول موسم ليه من ناشئ النادي، ولعب 16 مباراه قبل ما يتعاقد. وفاول وعصام عبد الفتاح الكارت الاحمر. بقى الاسماعيلي 10 ومغلوب 2-0. ازدادت المباراه تعقيدا لبرازيل مصر. احنا بنسميهم برازيل مصر. اولا نجوم الصنبا عبر كل التاريخ بيدونا عروض كويسه، وسبحان الله تتغير اللعيبه تبطل مدربين لكن ليهم اداء راقي. بيلبسوا لبس البرازيل. لما تيجي فرصه هقول لكم قصه ظريفه بالنسبه للبس البرازيل. البرازيل بيلبس كده وبتتحط. برافو يا سلام، رايحه في كوره حلوه قوي يا ابو تريكه، ولكن يستطيع محمد فتحي في الحوار الناجح انه بيقول له لا يا ابو تريكه انت لا، بركات باشا انت لا، وحطها وطلعها ركنيه، وحطها ركنيه. ابو تريكه اسطى في خط الوسط والهجوم مع النادي الاهلي طبعا، تبلو من طبلهاته الرائعه الفاول اللي فات، لكن يتالق ويتجمل محمد فتحي بعد ان استولى على ممتلكات حراسه المرمى من صبحي. كورتين اللي فاتوا انفراد، هيعمل فيهم ايه الراجل؟ وبعدين طرد من ابو تريكه، طرد من شريف عبد الفضيل، وكره ابو تريكه يطلعها محمد فتحي. تاني حسم الصف في نص الملعب. الماتش اتأزم والفاول الى، لكن الحكم حسام عبد الفتاح على فكره قال قبل الماتش ان من الحكام الافارقه اللي اختارهم الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي علشان يشتركوا ان شاء الله في معسكر عشان كاس المونديال 2006 في المانيا، وهو عمل الاختبارات في اخر المعسكر اللي فات. لسه ليه معسكر تاني ولسه الاختبار النهائي. واقع حسم الصف. احكي لكم قصه السامبا بقى واللبس. على فكره البرازيل كان لبسها في الاول ابيض فابيض لغايه ما جه مونديال سنه 50 ولعبوا نهائي كان عندهم في البرازيل، ولعبوا النهائي مع اورجواي، خسروا 2-1 في استاد ماراكانا قصاد 200,000 متفرج. مانويل جوزيه طبعا فرحان فرحان فرحان، وغير السيجار دلوقتي وبيمضغ لوبان ماشي. وبعدين لما نشوف بس الكره دي هتعمل ايه وبتشاط وغير اتجاهها. برافو برافو يا فتحي. وبعدين كانوا خسرانين 2-1. كان بيليه العظيم اياميها مواليد 40 بيليه شهر العظماء كان عنده 10 سنين، فرجع البيت لقى ابوه وامه بيعيطوا نازلين عياط. قال لهم ايه حد مات لنا؟ قالوا له لا ده البرازيل خسرت. شوف بيعشقوا الكوره قد ايه. ومن يومها غيروا اللبس الابيض لللبس البرتقالي والشورت اللبني اللي بيلبسه السامبا المصريه اللي هو الاسماعيلي. حمص 2-0 الاهلي، دقيقه 41 احبائي الكرام، منعطف الاخير من الشوط الاول. شوط جميل مثير في كثير من مفردات الكرة الحديثة. أخطاء دفاعية قاتلة من الإسماعيلي، في استطاع بركات أن يضرب الأوفسايد بحسد الخط الوسط المهاجم الذكي، وخد التمريرتين وجابوا الجولين بحرفنة وبمعلمة يحسد عليها محمد بركات. حسن الجندي المجهول. مفيش مجهول يا عم، لا انت معروف قوي والناس حاسه بيك قوي. واهو تاني حسن. وحسن مصطفى على فكره كان من ولاد النادي الاهلي، وبعدين راح السويس، وبعدين راح الاتحاد، وبعدين النادي الاهلي اشتراه من الاتحاد. اللعيب الوحيد اللي النادي الاهلي سابه في تاريخه واشتراه تاني. اما نشوف سيد معوض على المناور عاوز يفوت وعاوز يطلع على بره، قافل له كويس قوي اسلام. قال له حافظك يا حافظك يا سيد، يا سيد يا معوض حافظك. بيدور عمر جمال، بيدور مش لاقي، بيقول مش لاقي حد، والتماس لعيبه الاسماعيليه. هو زعلان يعني، ممكن زمايله غلطوه، هو مش عاوز يغلط الراجل. المره دي عاوز يباص يعني، قبل كده هو بيرقص كتير وبتتقطع منه. سيد معوض
بينثر ابداعاته ومهاراته في الجانب الايسر للاسماعيلي سيد معوض. جايب جول في الاتحاد، وهو فارس الجبهه اليسرى ما فيش كلام. حمص نلعبوا ناقصين واحد. معتصم سالم ما رجعش واحد ورا من خط الوسط. اورتجال، رامي عادي بعيد عن ماتشات رامي، بس ما شاء الله جسمه كويس وفيه طول. المهم بقى الاجسام الطويله دي الرشاقه اللي على الارض. ابو تريكه فاول ليه، اتلعبت بسرعه ما فيش اوف سايد. نفس الكلام، يقدر. برافو يا فتحي، برافو يا فتحي، برافو يا فتحي. ابو تريكه انفراد، بالرغم ان ابو تريكه يعني من فصيله الهدافين. ابو تريكه جايب 8 تجوال، منها 4 تجوال في الزمالك. ابو تريكه يضيع جول، لو جات لبركات ماشيه مع بركات والفكر العادي. تاني بركات يا سلام، مديله حريه كامله. مانويل جوزيه، بركات في الجانب الايمن، بركات في الجانب الايمن، بركات في وسط الملعب، بركات في الجانب الايسر. ما شاء الله مغطي الملعب كله. بركات هو والجول يعني في كل حته تلاقي بركات. يقول لك خلي بالك اوعى يطلع لك بركات. امير المنعطف الاخير دقيقه بتفصلنا عن نهايه الشوط الاول. احبائي الكرام والله فات بسرعه، شوط جميل، شوط حلو، شوط ممتع، شوط اثاره، في جوال وفي طرد وفي فاولات وفي محاوله اختراق وفي سيطره بعض الوقت للدراويش، وبعدين الاهلي سيطره بس بايجابيه بقى بيترجم لجوال. شوقي رابط كده ركبه اسلام لابو تريكه، لاسلام تاني بيرجع ورا عشان نفتح اللعب. الشادي كابتن تيم النادي الاهلي النهارده. شوقي في وسط الملعب تاني، راحت خدها سيد معوض. ابو جريش لحسني عبد رب، دقيقتين وقت بدل ضايع. احبائي الكرام له حاجات لنا، برافو يا امير. قفل الزاويه، خبره نادر السيد بقى اللي بقول لحضرتك عليها، بتشوفوا اللعيبه الكبار. قفل حلو قوي امير عبد الحميد. تاني حمص بياخدها من ناحيه مين؟ جابر، يلا جابر لعبها بالعرض، لكن تاني حط رجله. طلعها اوت. دفاع النادي الاهلي متمركز كويس، وزي ما قلت لحضراتكم يقود عماد النحاس، بيتسلح بتاريخه العريق واهدافه المؤثره الموسم ده. عمر جمال بيخترق والله، بس برافو، بيلعبوا 10 الاسماعيلي. وشوقي تاني عماد، وتروح لسيد، عاوز يعدل على الشمال، خدت وقت يا ابو السيد. طلع وفات كويس والله سيد معوض، اوبا وشايف وحط. يا سلام يا سلام يا سلام يا سيد، يا سلام. تابلوه رائع من تابلوهات سيد معوض. وشوف وصل ازاي، وشوف بص ازاي، وشوف لعب، شوف فات ازاي، وشوف بص ازاي، وشوف لعب ازاي، وشوف حمص عملها ازاي. خساره. يعني النهايات مؤلمه بالنسبه للاسماعيلي والأورتجال طبعا، ولكن النهايات سعيده بالنسبه لبركات ومانويل جوزيه وحسام البدري وعرابي وناجي جيش ده كله. 2-0 دقيقة 46، هنلعب دقيقة 47. هجمة تانية من الجانب اليمين، وعمر جمال بيفوت وبيشوط برجله الشمال، لكن مرات متحرك في كل حتة، بيطلع في كل حتة، لكن بعيد. المقدمة ازدادت احمرارا بالجول الثاني اللي جابه بركات، لكن ضيع الاسماعيلي 3 فرص بتاعت محسن ابو جريشه دي، كان ما تضيعش ابدا. وفعلا احبائي الكرام لا لسه مدي فاول، الراجل مدي فاول. الاسماعيلي والاهلي احبائي الكرام حتى الان هم ملوك الفرجه والامتاع. احنا بنمير ليهم دور بيحوشوا حاجات كتير، يعني تصرف المهاجم، مهارات المهاجم في كسر من مليون في الثانيه، زائد طبعا القرار الصح، هتحطها هنا الحاجات دي مهمه جدا للمهاجمين يا جماعه. التماس رامي، والاسماعيلي يقود احدى الهجمات الثانيه، وفتحي ولا طويله، لكن امير بدايه زي بدايه الشوط الاول.
تحس ان الاسماعيلي ماسك كوره، وادي بركات ما بانش عماد متعب في الشوط الاول. الهداف بيبان داخل مربع العمليات واحراز الاهداف جيلبرتو. الفهمي ضرب كتير جدا، وانذار سيد وحسن مصطفى. أحبائي الكرام، الإسماعيلي طبعا والأهلي إمبراطوريتان كرويتان لا تغيب عنهما البطولات. الأهلي وصاحب المقام الرفيع في بطولة الدوري 29 مرة، ودي ال30 خلاص خد ال30. الإسماعيلي واخدها 3 مرات. هنشوف بقى محفظتك فيها إيه يا أورتجال، محفظتك فيها إيه يا مانو جوزيه. الشوط الثاني مطرود 1 أورتجال ومغلوب 2-0. فهنشوف هل يستطيع أورتجال وجوزيه انهم يدفعوا لعيبه الاسماعيلي والاهلي الشوط ده لمخدع الابداع ويصبح ادائهم متعه للجماهير. على العموم هنشوف عقليه المدرب المحترف الذكي. الاثنين مدربين يهمهم طبعا الاستيلاء على نغمه الفوز. نغمه الفوز دلوقتي برتغاليه مانويل جوزيه. اسلام ياما لعب في المكان ده، اسلام الشاطر. هات وخد وتروح ناحيه بركات، ده استولى على هذه المنطقه. بركات دي منطقه تفوزه، ولسه بيقول ده مين؟ ده شوقي اللي بقول لكم موفق على النادي الاسماعيلي. ما انفراد دي برضه من الحاجات اللي لسه بنقولها على محمد محسن ابو جريشه. الفرص اللي جت للاسماعيلي دي خالصه يا جماعه. والناس تقول طب ما يوقف، عنده كان وقت يوقف وعنده وقت يحط كويس، كل حاجه عنده ضيعها. محمد شوقي يعني اضاف للاهلي نغما جديدا في خط وسطه ما فيش شك، وكان هيحترف في كريستال بالاس. هنشوف سيطره اسماعيلاويه. وادي حمص احد نجوم الشوط الاول لفتحي، وفتحي لعمر جمال المجتهد. تمريره طويله شويه فتحي وضربه مرمى. داخلين على الدقيقه 4 احبائي الكرام من الشوط الثاني. هيشوفوا كره هو لوحده خالص، صلح يا راجل وحط. ادي قرار سهل جدا. هو لو ضمنها، لو جه فكره انه يضمنها شوقي كان خلص الماتش، كان بقى 3-0. كان بقى يعني فعلا يبقى كان عقده الاسماعيلي شوقي لو جاب الجول ده، لان جايب جولين زي ما قلت لحضراتكم، جول الشوط الدور الاول وجول هنا الموسم اللي فات لما الاسماعيلي كسب 2-1. سيد يقود احدى الهجمات من الناحيه اليسرى وغلط لحقها، صلح الاوضاع وترجع تاني لمعتصم. معتصم واخد مكان الباك الشمال، جسم حلو في قوه. سيد معوض بار بيشوط مسافات بعيده. حسني بار ضربه مرمى حسني عبد ربه. حقيقه زي ما بقول لحضرتك، شوف مكشر حسني من اللعيبه اللي هم عصبيين جدا وبيتاثر بالخساره. هو في الفتره اللي فاتت نجح في اقتحام اسوار الشهره والمجد بسرعه فائقه. حسني ما حدش يختلف فيه اتنين. قماشه تانيه من القماشات الحلوه اللي احنا بنحبها. فاكرين رضا عبد العال، فاكرين حاجه. نشوف بركات برضه ما عرفش يراقبه ازاي، لان هو زئباق الحقيقه. ازاي ده سقط جول؟ مش ممكن يا بركات. لا يا بركات. بقول اعمل ايه؟ بقول اعمل ايه؟ الجول الثالث معقوله يا بركات؟ معقوله؟ ده التوفيق والحظ بقى والحاجات دي كلها، مغلف ومدعم بالحظ. سبحان الله. محمد بركات هاتريك النهارده ما حصلتش في تاريخ محمد بركات. احترف في النادي الاهلي وخد احسن لعيب هو النادي السعودي، وبعدين راح قطر في النادي العربي. قطر لم يوفق معاه، ويتالق ويتجمل ويتلالى محمد بركات ضد ناديه القديم. سبحان الله. ويجيب 3 اجوان. ده هو بيلعبها كروس عادي. انا لو اساله بعد الماتش هل انت قصدك تحطها في الجول؟ هيقول لك لا، لانه بيلعبها اوفر قلشت. شوف هو فايت ميز كويس، وفات كل تركيزه انه يلعبها بره. قلشت جت في البطن، كان طالع لسوق بخت محمد فتحي تخش. لا يا بركات، ده انت حكايه وحدوته النهارده. ده انت مدعم باكسير التوفيق والحظ وكل حاجه. ما شاء الله لعيب كبير ما فيش كلام بركات، لكن الحظ والتوفيق يتجمل يعني. ولبركات كنز من المهارات والفكر الكروي الراقي والفكر الكروي الراقي طبعا ما فيش كلام. وتحس
محمد بركات بيلعب كانه لعيب في البلاي ستيشن. عارفين انتوا الحاجات المودرن البلاي ستيشن؟ محمد بركات لعيب بلاي ستيشن. هيخرج حمص ونازل محمد عبد الله، مع ان حمص ادى دور كبير قوي الشوط الاول. ارتجال زي ما انا قلت، يا ترى محفظتك فيها ايه؟ وطبعا محمد عبد الله يتميز بقدرات هجوميه ولاعيب مهاري جدا جدا محمد عبد الله، واعتقد انه حجز مكانه في مملكه الموهوبين محمد عبد الله، ويبقى احد المحاور الهجوميه لنادي الاسماعيلي. عاوز بقى مغلوب 3-0 خلاص يقول لك انا هزود الناحيه الهجوميه شويه. محسن ابو جريشه، يا سلام يا حسن يا مصطفى، ما انتش باين. بركات تاني رفع رصيده دلوقتي محمد بركات للرقم 8، يعني 3 اجوان في الاسماعيلي وعنده 5 بقى 8. اسلام الشرق لعبت بالعرض ناحيه اليمين، معتصم سالم وعماد متعب. الهداف النهارده مش عماد متعب، هو هداف الدوري لكن هداف الماتش النهارده محمد بركات. يؤكد نجوميته على المستطيل الاخضر للنادي الاسماعيلي بيته القديم. محمد بركات واسلام الشاطر وعماد النحاس. توفيق غير عادي زي ما بقول لحضراتكم. انا مره حازم امام جاب جول كده في النادي الاهلي بيرفعها من ناحيه اليمين دخلت. فادي محمد عبد الله في اول رحله ليه في نص ملعب النادي الاهلي، لكن يا سلام يا حسن، يا سلام يا حسن، ذو الرئات الثلاثه فعلا، صاحب الرئات الثلاثه والمجهود الوفير، واكتسب خبره غير عاديه زي ما بقول لحضراتكم. وجايب جول في الترسانه، خط وسط عنيد ومكافح. بدايته كان في مركز شباب الجزيره، النادي الاهلي اشتراه بكام وهو تحت السن وعنده 12 سنه؟ ب 1000 جنيه. وبعدين راح السويس وراح الاتحاد، بعدين النادي الاهلي اشتراه تاني بكام؟ ب 200,000. يعني من 1000 جنيه ل 200,000. يستاهل. بركه خلص ورشيق الاداء جيلبرتو شوقي. بركات حته دلع، عاوز يكيف نفسه ويبسط نفسه. محمد عبد الله دخلوا لنا برضه كوكتيل مهارات حوالين رجلين الراجل ده. احمد الجمل ماشي ناحيه اليمين. احمد الجمل مدرسه كوره بالاسماعيلي، وضربه مرمى لامير عبد الحميد. 9 دقائق هاي الجول اللي جابه بيعيدوا لنا. يا سلام يا سلام يا سلام. ما هي عشان تطلع بره يستنيها عماد متعب لها ده، هو بيقول لا فعلا يا بركات برافو. انا احب اللعيب ما يجيش بقى يقول انا لعيبها في الجول، لا، الكوره فيها توفيق ولا توفيق يا جماعه، وفيها حاجات كتير. ادي نموذج تشوط حلو، ادي مثلا دي لو جوه شويه جول، او يعني في احتمال لجول. عبد الوهاب هيسخن محمد عبد الوهاب. دي بقى مكان جيلبرتو ولا ايه؟ كابتن محمد فاروق اللي هو حكمنا الرابع، حكم دولي طبعا، دي قصص وحديث السر. ده هيخرج مين؟ ابو تريكه هيخرج وينزل عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب هو حس فعلا النهارده ابو تريكه ليس ابو تريكه، يعني احنا عارفين مستوى. لا ده جيلبرتو، فعلا جيلبرتو مش ابو تريكه. هو غلط في الرقم، هو 12-2-1 حطها 2-2. فعلا جيلبرتو هيلعب، هيخرج جيلبرتو، جمهور الاهلي بيحييه. ونزل محمد عبد الوهاب برضه صاحب قدم يسرى. محمد عبد الوهاب من الغاز الكره المصريه، لانه كان في مركز شباب الفيوم، بعدين راح الالومنيوم، شباب الالومنيوم، راح نادي الزفره في الامارات، عروه لإنبي، جه النادي الاهلي، لعب منتخب مصر برضه قبل ما يلعب النادي الاهلي، وتردلي لعب. جماهير النادي الاهلي بتنادي جيلبرتو. لو جاب لنا كده الزميل احمد الهن الجماهير، بس لما نشوف بعد الفاول ده الجماهير مليانه هنا
طبعا جماهير النادي الاسماعيلي زعلانه، نتيجه 3-0 نتيجه تقيله اهي. وانا بقول دايما ان الجماهير في المدرجات وادي جماهير النادي الاهلي تشكل اجمل برلمان رياضي، تنتظر عيونهم اللحظه الحاسمه، يعيشوا امالهم وامنياتهم وهمومهم بين اقدام اللاعبين ورؤوسهم، وتخرج تعبيراتهم الجميله وهتافاتهم بين صفارات الحكام وقراراتهم. طبعا هنا الناس بتزقطط وجمهور الاسماعيلي ساكت. سبحان الله، فرحه فرحه فرحه. هنا جايين رحله طويله، جايين ورا فرقتهم، في ثقه فيه السنه دي ما شاء الله. النادي الاهلي عروض راقيه تمام. اورتيجال، محسن اورتيجال 45 سنه، تركي الجنسيه ومعاه جنسيه المانيا على فكره، دراساته التدريبيه في المانيا، وتعاقد مع نهايه الدور الاول، استلم الرايه بعد الانقلاب السلمي من ثيو بوكير. درب. اما نشوف بس الهجمه تعمل ايه، نكمل لكم على الراجل ده. وهاجم الاسماعيلي من ناحيه الشمال، سيد معوض دخل جوه، اللعيب الاشول اهي. لا، محمد عبد الله، محمد عبد الله، محمد عبد الله، محمد عبد الله بيفوت محمد، ولعبها جوه ومعوض. يا سلام يا سلام يا سيد معوض ويا امير، برافو برافو، روعه 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 يا سيد، وروعه روعه روعه والله، روعه يا امير. بدايه نجم، لا مش اوف سايد، وفايد وماشي وماشي. ابو تريكه اتاخر، السرعه تفرق، اتاخر مشوار 55 متر، عاوز سرعه معينه، حصله احمد الجمل. لو بركات زئباقي سريع ما تقدرش. شوف الكرة، برافو 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 وبرافو يا امير، برافو. يرتدي قفاز الاجاده في هذه اللعبه امير عبد الحميد. وسيد معوض كمان حط صاروخ بالقدم اليسرى بتاعته. يا سلام يا بركات. الجولين الاولانيين ذكائه في ازاي يتخلص من حارس المرمى، والزاويه صعبه ويوجهها بالنشكاه ازاي. اشوف انفرد لكن مع احمد جامل 22 و22 راس حربه وباك يمين. تاني اهو بركات 55 متر دول لو كانوا جم لبركات مكان ابو تريكه اسرع. هنا ميز السرعه بقى عبد الوهاب في اول لمسه يحتل ويسيطر على الممتلكات اليسرى. بركات مش مظبوط. الكرة الطويلة بتبقى سهلة لإسلام لشادي. الكرة عالية بتبقى سهلة للمدافع شادي عن راس الحربة، وضع طبيعي. هجمة تاني اسماعيلوية بتروح لفتحي فارس الجبهة اليمنى. هو عصبيين جدا هو وعبد رب، ولاد صغيرين في السن 20 سنة، منتخبات هنا وهنا ونجوم تتلألأ في سماء الإسماعيلية، لكن عصبيين. دي مشكلة كبيرة هتقابلها، لازم تتعود انك تقابل كل الظروف. ابو تريكة يرجع يستلم، ابو تريكة وتتلعب لبركات مع حسن مصطفى، يعني مشاغب بالطراز الاول وبيفسد الهجمات قبل ما تصل لمنطقه الخطوره. اهو شوف هو احمد فتحي زهق، احمد فتحي او ماسكه وزق وعامله، قال له يا شيخ ابعد عني زهقتني. اهي فايت عمر جمال بيمشي كتير بقى، يقدر يبصيها ناحيه الشمال يخلص من العمليه دي كلها، وبرضه الهجمه تزداد خطوره. تمريرات مش مظبوطه الفتره دي، في بعض العك الكروي اللي احنا بنشوفه كتير. سيد معوض واسلام، والفاول على اسلام الشاطر لصالح سيد معوض، هو وعمر كمان. سيد معوض بينثر ابداعاته ومهاراته في الجانب الايسر ما شاء الله، وزي ما بقول لحضراتكم مدافع بحس مهاجم. شويط كره حلوه قوي اللي عملها مع امير، واتخطفت ضربة رأس جميلة جدا من معتصم سالم اللي كان طالع عاوز يثبت وجوده. المدافع برضه لما بيطلع يجيب جول بتبقى متعة عنده. فطالع معتصم اللي بتلاقي من جول دي وعملها، لكن كويس انه خدها من وسط دفاع النادي الاهلي، وده احد عيوب النادي الاهلي في الكرات العالية، مع ان عنده عماد النحاس ما شاء الله في الطول، وشادي وعرامي ما شاء الله طويل صاحب القميص رقم 30. اسلام يقود احدى الهجمات من ناحيه اليمين وبيلعبها، لكن بتقطع من عمرو.
ومعتصم. يعني محمد ابو تريكه بلمه جميله على طول في نص الملعب. مره ثانيه عمر جمال. عمر زي ما بقول لحضراتكم ما هوش مهاجم صريح. سيد عمر معتصم بناء الهجمه فيها بطء قوي بالنسبه للاسماعيلي، وعمرو فهيم والكره الطويله طبعا يعني ابو جريشه اراها حلوه قوي، شفته خد خطوتين قطعها من قصاد. وادي حسن مصطفى وعماد متعب هداف الدوري العام. 6 لاعبين في تاريخ النادي الاهلي كان لهم شرف الحصول على لقب هداف الدوري العام. مكاوي وسيد صالح. طبعا في النجم الكبير محمود الخطيب. وبعدين محمد رمضان، وبعدين بقى حدوته الكره المصريه حسام حسن، واخيرا احمد بلال هداف الموسم قبل فات موجود في البدلاء. احمد بلال ليه 19. لما تيجي فرصه اقول لكم برضه النادي الاسماعيلي داخلين على الدقيقه 18 3-0 عمر فوت، لكن يا سلام يا عماد باقل مجهود ممكن، لكن في فكر عالي، توقع وتواجد في المكان واستخلص وباص. 4 حاجات حلوين. بركات يتجه ناحيه الشمال، هتعمل ايه يا بركات المره دي؟ لعبها لشوقي، وشوقي لابو تريكه، سلسله من المداولات لحسن مصطفى، حسن مصطفى يرجعها لابو زجيه، جول! ده ايه الحكايه؟ يا عماد يا متعب، يا عماد يا متعب. كان على فكره عماد متعب اداله ايه؟ اداله شيك على بياض، اداله شيك على بياض، قال له اتصرف، وقع عليه عماد متعب بالجول الثاني. يا سلام، شوف هنا بيهجموا قد ايه وهنا الهجمه بجول. مش معقول مش معقول مش معقول. الجول اداله شيك على بياض يا جماعه. شوف الكره يا سلام لما بيدعي لنا احمد الهن بمزاج بقى، ونشوف الجول، لان الجوال الحلوه والكره الحلوه الموال حلو من اوله. شوف الموال وهتلاقي حلو من اوله، اتلعبت من ابو تريكه لحسن، وحسن شيك على بياض، هات حط الراجل. يا سلام يا عماد بلغه الهداف، ولغه الهداف وقع على وثيقه احراز الهداف هذا الموسم، يجيب الجول رقم 15 دي. الاسماعيلي وفي نادي الجيش ما جابش في الاسماعيلي ولا في نادي الجيش، النهارده يجيب في الاسماعيلي، جاب في كل الانديه ما عدا 3 انديه، الجيش والاسماعيلي، ومش فاكر انا الجول الثالث الفرقه الثالثه الجيش، والاسماعيلي الفرقه الثالثه المصري. والنهارده جيب في الاسماعيلي، يبقى لسه له الجيش والمصري السنه دي خلاص بقى، لا هيلاعب جيش ولا مصري. لكن الهداف هداف يا ابني، عنده رجل يمين وشمال بتشوفه بتتكلم. عماد متعب رجل يمين وشمال بتشوفه بتتكلم. هتشوف هيعمل ايه الهجمه دي. الاسماعيلي يقدر، يا سلام بقى لو الدراويش يجيبوا جول كده. اللعب بيوصلوا كتير بس النهايه مؤلمه ومحزنه ليك يا اورتيجان. كرة هنشوف الاجوال، هي المتعه، هي الاثاره، هي الحلاوه. بس ايه، شوف الموال من اوله، بوتريكا حسن مصطفى، شوف شغل حاسب ماشي، وارتجال هتعمل ايه بقى خلاص. لا النتيجه 3 بقت 4-0 يعني قليل. كابتن عماد سليمان احد النجوم، واقول لكم ان علي ابو جريشه اول هداف في تاريخ النادي الاسماعيلي لبطوله الدوري، جاب 15 جول، نجم المحبوب 66 67 منها 6 جوال براسه الذهبيه. وبعدين جه غزال الاسماعيلي اسامه خليل المهاجم الخطير 75 76 13 جول. المرحوم محمد حازم احد اللاعبين الموهوبين يفوز باللقب. نشوف الكره دي هتعمل ايه. طلعت لسه الهجمه، لا طلعت، واعتقد تماس للاهلي. جاب برضه هداف مرتين، ده مين؟ محمد حازم، جاب 11 جول في المرتين يا للعجب، 84 و85. زميل الضرب الحازم عماد سليمان اللي هو مساعد اورتيجال. وهجمه ثانيه من ناحيه اليمين، عماد متعب عاوز يديله الهديه بيلعبها لابو تريكه، لكن بتروح لعمر. ماشي عمر بيفوت زياده وبيرقص داخل على 5. ده قبيله من الفانيلات الحمر عاوز يخترقها ازاي يا عمر. وطبعا لازم زمايله يساعدوا بينه وبينكم. اسلام الشاطر. الماتش بقى هادي قوي بالنسبه لهم، 20 دقيقه داخلين على الدقيقه 21. المقدمه ازدادت احمرارا.
واكمل لكم بقى بعد عماد بشير عبد الصمد دخل الموسم 93 94 ب 15 جول. بعدين النجم الكبير محمد صلاح ابو جريشه احد افراد العائله وليه اسراره في التعامل مع الشباك 14 جول. تفتكروا انتوا بقى النيجيري وتاكا اما نشوف الكره دي هتعمل ايه؟ طاحها في السكه. ايمن او احمد الجمل عبد الله محمد عبد الله بيفوت لعبوا 10 الاسماعيلي. طبعا لعيب لازم يعمل مجهود كبير، مغلوبين 4-0 والتماس. ادي مانويل جوزيه بيقول اعامل في القاهره كملك متوج، وان جماهير الاهلي في مصر تتعدى جماهير بنفيكا النادي العريق في البرتغال. لعب هنا والاهلي كسب 3 في الستينات. وتاكا بقى النجم النيجيري اللي تلألأ في مع الدراويش موسم 99 2000 برقم قياسي، جاب 17 جول. كان في المقاولين وجه هنا، بعدين راح احترف في قطر وما شاء الله وش السعد عليه الاسماعيلي، وراح نادي لينس الفرنسي. 7 لعيبه والنادي الاهلي 6. وعماد لو خد هداف هذه البطوله انه عنده عمليه لسه في رجله فكان عشان يفك المسمار، لكن هو قال انا طبعا طمعان في انه يبقى هداف الدوري وهو لسه صغير ما شاء الله. عماد متعب عقده 5 سنوات، الموسم ب 500,000. وادي فتحي يتقدم. هتعمل ايه يا فتحي؟ معاه شوقي، التزام من لعيبه الاهلي. شوفوا حسن مصطفى وشوفوا شوقي محوري الارتكاز، الواجبات بيتواجدوا فين والكره فين واستخلاص الكره ازاي. احمد فتحي ومعاه اسلام الشاطر. شوف بقول لحضراتكم عليه نيرفس جدا. عصام هادي بيقول له ما تتكلمش، هو معاه اسلام الشاطر في زق الخارج شويه وجوه اللي هو فاتح رجله، وهو بقى عصام عبد الفتاح الحاجات دي يقرر هل هو لامس الكوره ولا لامس رجله. لو لاب في كلا الحالتين هيقع، لكن لو لابس الكوره مش ضربه جزاء. بلال احمد بلال هيخرج متعب. يا سلام، شوف المانويل جوزيه ذكي جدا، والناحيه النفسيه هو بقى يخرج مين؟ عماد متعب جاب الجول وفرحان، خش يا بلال مكانه. احمد بلال يعود في ملاعب الاسماعيلي، يعطيه الفرصه في ال 22 دقيقه اللي فاضلين. مانويل جوزيه اشتهر مانويل جوزيه بانه من المدربين اللي بيحبوا يصنعوا النجوم. يعني يقول لك انا اللي عملت لويس فيجو لما كان لسه قبل ما يروح اسبانيا ويقدر يشوط، ولكن بتخبط سيد بقى. الاسماعيلي بيبحث عن هدف شرفي لان 4-0 صعب. انا من شكل الجيم كده اني لكن الكره فيها كتيره مش عايز اسبق الاحداث، لكن طلعوا قبل كده 4-4 لو تفتكروا ماتش جميل كان في القاهره. اهي شوف بقى الاخراج والجميل، الاخراج اخرج الهدف والف الهدف ابو تريكه واخرجه واحرزه الراجل الامير بتاعنا عماد متعب بتاع مصر، هداف مصر وهداف النادي الاهلي. يا سلام. اللعيبه الكبار زي عبد الحليم علي في الزمالك وعماد متعب، لما نقول المنتخب فبنقول دول كلهم بتوعنا، اللعيبه بتوعنا، لان منتخب مصر داخل على ربنا وفقه في ماتش ليبيا كابتن حسن شحاته، ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. النجوم اللي موجودين في المنتخب في المباريات القادمه. برضه كره عرضيه، لكن النهايه عمرو فهيم عمل مشوار حلو وطلعها وحلو، لكن قاريها حلو وموفق جدا. حتى الان امير عبد الحميد يعيد اكتشاف نفسه في ادي عمر جمال وادي السيد معوض اللي ابتدى يتحرك جوه، بيحرجم على فرصه يشوطها واتراحت لعبد الله وما لا تاني وكره، لكن شفت عماد فين وشوف الثقه فين. يا سلام، لا سلام، يا سلام يا سلام. زي ما بقول لحضراتكم اعاد لدفاع الاهلي كبرياء واتزانه، وبعدين ده جايب 4 تجوال كلها ضربات راس كامله الاوصاف. عماد النحاس ما شاء الله، يعني خش بؤره الهدافين هذا الموسم. محمد شوقي، عبد الوهاب ويرجعها رامي عادل. المدافعون احبائي الكرام
مش زي المهاجمين دايما بيسرقوا الكاميرا من المدافعين، و بنلاقي احنا الاستفتاءات والحاجات كلها والترشيحات المهاجمون هم اللي بيسرقوا المدافعون، لكن لما يكون مدافع كويس زي عماد النحاس بيسرق الكاميرا من الكل وكانه من كوكب اخر، بيخش في فصيل اهو عماد اللي احنا بنقول عليه مميز، عارف هيعمل ايه، ومجهود قليل ورشاقه جميله وفكر عالي، وادي كره طويله لمحمد عبد الوهاب عدته وراحت الهجمه. الجمل عمرو فهيم كلهم شكل بعض حالقين الحلاقه بتاعت العمره، راجعين من السعوديه، اتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في المشوار الافريقي. وانا هسمي الاسماعيلي بيني وبينكم طرزان افريقي، لان ده السنه اللي فاتت انيمبا برضه كان في مشكله والاتحاد الافريقي ما انصفهمش، المره دي راحوا قعدوا اسبوع برضه، وصعب جدا رحلات افريقيا في نيروبي وما رضوش يدخلوهم وقصه. فطرزان افريقيا الاسماعيلي والله طول عمره اول نادي خد بطوله افريقيا للانديه المصريه. الهدف رقم 2000 هم طلعوا لنا بيلغينا احمد الهن تمام، لان هو زي ما انا قلت لكم مكاوي جاب اول جول، و2000 بركات الجول الاولاني. خلي بالكم الجول الاولاني هو جاب 3 جوال النهارده ما شاء الله، وادي تصويبه من تصويبات ابو تريكه بيحبه جدا جدا، لان هو اخلاقه كويسه برضه ابو تريكه. ادي الجول اهو، ده ال2000 بقى، هو ده جول ال2000 اللي وسع لنفسه وحطها. ف يا سلام برضه ابو تريكه الجول اللي جابه قطع حلو قوي الجول الرابع. وزي ما بقول ان بركات عود ابو تريكه اما نشوف بركات هيعمل ايه، عاوز يطلع من بره ومن جوه. يا خبر ابيض يا ايه المخ ده، ايه الفكر ده يا ابن العالي. لا مستودع مواهب والله. محمد بركات شوف عمل، هو عارف هيعمل ايه في كسر من الثانيه، عايز لو فوت من جوه حطها على طول هناك، لان شاف الجول هنا محمد فتحي. يا سلام على الفكر الراقي العالي ليك يا محمد يا بركات. يعني تمريراتك الاوامر دي حاجة، وتمريراته كالشاهد حاجة تانية، وبعدين مستر فوتبول في الفكر والقرارات العالية. ومشى تانية يا بركات مفيش كلام. فكرنا بقى باللعيبة الكبار الحلوين. لا شفتوا دي يا سلام، لو عادها لنا جت فرصة تانية وزميلي احمد رون اوريكم هو ماشي عنده القرار يفوت من بره ويفوت من جوه، بس لو فات من جوه شاف فتحي اتزحزح على يمينه شوية في الزاوية، فتحت شمال يقول لك هرقص اعطاها هناك، هرقص اعطاها بالسلام بره. ابو تريكه ياخد احدى الهجمات، فتح قوي دفاع النادي الاسماعيلي لانه بيلعبوا ناقصين واحد. احمد بلال في اول لمسه وطلع له ما لعبهاش لشوقي، بلال تاني بيلعبها البركات قطعت، لان اقول لكم اتقطعت دي حته ظريفه قوي. استلم الكره في حاله ثبات، غير ما تستلمها زي دي في حاله حركه. شوف محمد استلم فات وعمل وخد فاول. لكن طالما استلمت في حركه في حاله ثبات بيبقى المدافع سهل ياخد منك الكوره. داخلين على الدقيقه 30 احبائي الكرام، وادي شوقي لعبها الحسن احد نجوم هذا اللقاء، اللعيب الذي لا يراه الجمهور. كان عاوز بقى يقول لك اجيب جول يلا، ما النهارده 4 اجوال، لكن التمرير ما راحتلوش. حسني عبد رب زي ما بقول لحضراتكم، حسني عبد رب ازداد بريقا ولمعانا الموسم ده. هو النهارده مش هو طبعا حسني عبد رب، لكن هو ما زال في فجر شبابه. أسامة حسني وبركات، خروج محمد بركات ونزول أسامة حسني طبعا برضو من فصيلة الموهوبين، واستخرج وتاخد عضويته في مملكة الهدافين عماد متعب واحمد بلال هداف وأسامة حسني هداف. السنة اللي فاتت وانا بقول اخر حبات عنقود الموهوبين في النادي الاهلي جاب 5 تجوان في الكروم لو تفتكروا. يا سلام يا بركات، هو جاري جوه، وهو برضه بيني وبينكم حزين لان جت النقله دي والطفره دي في 3 تجوال في الدراويش. فجاب 5 تجوال اسامه، منهم 4 تجوال بدماغه ما حصلتش، والجول الخامس كان بينالتي. هيعمل ايه بلال وهيعمل ايه اسامه؟ هيلعب بفرودين صرحاء بقى، لانه لقى ان الاسماعيلي ناقص، قال لك ادي فرصه للاعيبه تجهزهم لافريقيا. عمر جمال بيشوط بره، عمر جمال من احدث البراويز ذو المهارات الخاصه، لكن ما بيستغلهاش كويس. لسه عاوز
المدرب عاوز شغل كويس عشان يظهر بالمظهر الجميل اللي يدل على امكانياته الفنيه. عمر جمال. الدقيقه 30 احبائي الكرام، ربع ساعه تفصلنا عن نهايه هذا اللقاء، وهجمه عنتريه لعمرو فهيم اخترق، لكن راحت عند مين؟ قال له عماد النحاس فوت من كله الا انا يا عمرو يا فهيم. فاهم قوي قوي عماد النحاس، مكسب كبير للنادي الاهلي. احمد بلال ومعتصم لما عليه طبعا سيد معوض، لكن خلصها بلال، خلصها بلال. فبقى خد تقمص شخصيه سوبرمان في الكره اللي فاتت، ويفوت شوقي بار هو لابس كده ركبه، لكن دليل على انه سليم، بس حفاظ على دينه. حتى الراجل مديله الماتش الكامل. 56 سنه ونص مانويل جوزيه، لكن محسن ارتجال 45 سنه. على طول اتلعب 40,000 دولار بعد مقدم العقد تقريبا في تجديد عقده، سنتين، 10% السنه الجايه زياده. الاداره نجحت في ان جابت له تيم جديد تقريبا. ودي هجمه ثانيه من ناحيه اليمين، وهوبا ابو تريكه يجيب الخماسيه. خماسيه لابو تريكه. لسه بقول لحضراتكم ابو تريكه جاب 8 تجوال، والنهارده 2 بقى 10 تجوال. وابو تريكه عود كبريت بيشتعل في الوقت المناسب، وهو فارس احلام الجماهير الاهلاويه. يا سلام يا واد يا رايق 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 رايق. لكن الهجمات المرتده في منتهى الخطوره، في منتهى الخطوره. ابو تريكه اشبه بكبار مصممي الازياء، في كل لعبه بيدينا حاجه جديده. ابو تريكه والقميص 22 يتلألأ ويجيب الجول العاشر ليه في الدوري والثاني ليه النهارده، والاهلي 5-0. مباراة تاريخية للنادي الاهلي. شوف وقفها بلال، يا سلام يا بلال، وبحس اللعيب المهاجم الفذ، وابو تريكه بيظبط الناشنكاه وصاروخ. ويعمل ايه الراجل محمد فتحي؟ والله مظلوم محمد فتحي، والله مظلوم. مفيش وبعيد بيحل عليه معتصم، لازم يروح يقفل له من قدام، لكن ده واقف له بالعرض، اداله زاويه الشوط. هيشوف تاني لما ابو تريكه. شوف معتصم بيقابله ازاي، بيقابله بالعرض، ما بيروحش يقابله من قدام شويه عشان الكره تيجي فيه. طبعا ابو تريكه هو بيحبه جدا مانويل جوزيه، وهو اي حاجه على طول بيروح لمانويل جوزيه. 5-0 نتيجه تقيله قوي على الاسماعيلي، واتحدى اي واحد كان يتوقع هذه النتيجه قبل هذا اللقاء. دقيقه 33، انجازات تاريخيه تضاف للنادي الاهلي هذا الموسم. عدد لبنات، محاولات، ولكن ضغط من لاعب النادي الاهلي. محمد شاور يقطع محمد مرة ثانية لسه على طول أبو جريشة وبرضه من أهمية اللقاء ده جماهير كتير موجودة إسماعيلية من الساعة كام؟ 12. حتى الصحفيين عندنا مجموعة، ده الأجهزة اللي حتى مجموعة الصحفيين اللي موجودين النهارده بيغطوا كل الجرايد والمجلات الخاصة. في عندنا عبد الله الكيلاني من الأهرام والاحرار ورئيس تحرير الاسماعيلي، في خالد لطفي الاهرام مسائي، سيد ابراهيم الاهرام، حكم عبد المولى الجمهوريه، السيد فلاح من دنيا الرياضه، محمود الكيلاني صوت الامه، السيد النجار الوقت، السيد حسن الاهرام الرياضي، محمد بشاري المسا، وكلهم طبعا ماتش مهم. وادي الكره ثانيه بتتعاد لنا، وابو تريكه رايحه فين؟ في اخر الجول، زاويه صعب زاويه صعب جدا، جول لا يسجله الا العظماء يا ابو تريكه، وجول طبعا اولى، مفيش كلام، ما شفناش جوال زي دي. مع محمد عبد الله بيحاول، والتماس للاسماعيلي. 11 دقيقة احبائي الكرام، والكرة من يا سلام. شوف حسن مصطفى فين، شوف حسن مصطفى واقف فين، ورا عماد النحاس او جنب عماد النحاس، بيأدي دورته الوظيفية 200%. يا فرحة مانويل جوزيه بيك يا حسن مصطفى. وشوف فين تاني، يعني فعلا 3 رئات، ده يبقى يمكن 4 رئات دلوقتي بعد ما لعب بقى مع النادي الاهلي وانتشر، عمل رئة رابعة. مرة ثانية في نص الملعب ناحية اليمين لعمر، عمر جمال بيحاول عمر وقرب، عاوز يشوط يلاقي فرصة، مفيش، في صعوبة في الاختراق، منظمين جدا. هنا بقى الهجمة المرتدة، بلال، ابو تريكة، شوقي، حسن، لمسة واحدة،
فورمه كبيره قوي يا جماعه النادي الاهلي النهارده. محمد عبد الوهاب عندنا في النادي الاهلي محمد عبد الوهاب ما شاء الله الفنان العظيم بيفكرنا حسن مصطفى الفنان العظيم الممثل القدير حسن مصطفى. عندنا حسن مصطفى ومحمد عبد الوهاب في الماتش النهارده وعمر جمال. احمد فتحي لعبه مره ثانيه ناحيه اليمين محمد عبد الله بيحاول يخترق محمد وعاوز الجول الشرفي لكن صعب. أسامة في أول لمسة والقميص رقم 18. الحاجة الغريبة النهارده جت في فاروق بس كويس إنها راحت لعيبة الإسماعيلي. مرة ثانية ناحية اليمين احمد فتحي كرة عرضية لكن متمركزين كويس لعيبة النادي الاهلي وغالبين 5-0. جيم صعب قوي التسع دقايق اللي فاضلين على لعيبة الاسماعيلي لكن يحسب ليهم الحقيقة انه بيلعبوا بجد ما فيش يأس بيحاولوا وبيوصلوا. وادي امير يعني بيلعبوا 10 ومغلوبين 5 والله يكون في عونهم. فعلا لعيبة الاسماعيلي او جماهير الاسماعيلية مش مبسوطة مش ده اللي كانوا ده. وهجمة مرتدة لا في تسلل على أسامة. كان نفسه بقى يقول لك انا يكون لي نصيب في الكحكه. ما النهارده طبعا الجهاز الفني انا بشيد الحقيقه بالجهاز الاداري للناديين الزمالك والاهلي. الاخ محمد شكري في النادي الاسماعيلي انا اسف بقول الزمالك هي النادي الاسماعيلي مع محمد شكري وطبعا الجهاز الاداري وطبعا حسام البدري ماسك مدير كوره ولكن هو مساعد مدرب والاخ سعيد اللي معاه. الاسماء بيدوها لنا بدري والهجمه ثانيه لاسامه مش اوف سايد. يقدر شاطها استعجل كان هيكون ليك نصيب في الكحكه. اورتجال بيقول طب اعمل ايه؟ طبعا حظك وحش يا اورتجال. مره المنتخب زئير 96 كايزر تشيفز جنوب افريقيا 2000 ترابزون التركي الافريقي التونسي لغايه اكتوبر 3 وقبل ما يجي الاسماعيلي كان في مارتر سبورتس النمساوي بياخدوا $12,000 في الشهر. يوسف عبد الرحيم سنتر باك وقال لك بقى يوسف عبد الرحيم من اشبال النادي قال لك احوش الطوفان الاحمر وكفايه 5 عاوز يقفل ورا. مكان احمد الجمل كان عاوز يستخرج شهاده الاقناع. حظك وحش يا اورتجال النهارده. احنا بنقول للمرتبات ده بياخدوا 12,000 ده ياخد $40,000. تعالوا بقى للمدرب العظيم اللي طلع في المقدر جديد مورينيو البرتغالي برضه زميل مانويل جوزيه مدرب نادي تشيلسي. 10 مليون استرليني السنه الجايه لان تشيلسي ما شاء الله واصل للنهائيات وصل الدور قبل النهائي بطوله اوروبا كسب برشلونه وكسب بايرن ميونخ وهيلعب ليفربول. الملياردير الروسي ابراموفيتش صاحب البترول شركات البترول الفظيعه تعاقد مع مورينيو كان مدرب نادي بورتو ب10 مليون استرليني في الشهر. ده من وكالات الانباء. تاني سيد معوض كرة عرضية لم ابو جريشه يقدر يلف صلح. حسن دخل موجود حسن مصطفى موجود عند اللزوم. ابو تريكه تمريره مش اوف سايد مش اوف سايد. اسامه يقدر تاني بلال بيحطها واسامه بيكملها. يا شوف التوفيق ولا توفيق. لو نشوف الكرة دي تاني من الاول. اسامه حسني كان ليه بصمه. ما دي بقى التوفيق في الدقيقه 40 الهدف السادس سداسيه اهلاويه في يوم غير موفق خالص في لعيبه الاسماعيلي. وشوف ابو تريكه وشوف تمريرتك تمريره كالشهد. روح يا بلال هات جول. تمريرتك كالاوامر
راح بلال حطها القايم قال له لا، لكن ده لسه بقول لكم انه جاب 5 اجوال السنه اللي فاتت وكان من الهدافين. اسامه حسني قال لا لازم يكون ليا نصيب في الكحكه، وفعلا كان ليه نصيب، طار عليها بحس المهاجم الهداف وحطها اخر حبات عنقود الموهوبين في النادي الاهلي اسامه حسني علشان يحرز السداسيه. قبل كده كان النادي الاهلي كسب ماتش هنا برضو اعتقد 6 في جيل التسعينات، لكن احداث والله لا يمكن انا جاي ازيع، مش ممكن. الكابتن انوس مدير الكوره، وكابتن عماد سليمان، وكابتن محمد شكري الاداري، كلنا بنتكلم على الماتش، وكل الاداريين الموجودين، وكابتن اشرف خضر، وابو ليلى مدرب حراس المرمى، وطارق ابو الليل المترجم، وكل الناس بنقول ان الماتش مش يعني مين هيكسب، دول يقولوا اسماعيلي، دول يقولوا الاهلي، طب مكسب كام؟ نقول الفرق هيكون جول. اما نشوف الاسماعيلي مجهود طبعا لعيبه بيلعبوه بيعملوه غير عادي، لعيبه الاسماعيلي بيلعبوا 10 مغلوبين 6، ويحسب لهم الحماس والجديه وعدم الاستسلام، دي ما نقدرش نقول فيها حاجه، لكن ما باليد حيله. 10 وطوفان اهلاوي وتوفيق غير عادي، يكفي كرة بركات الجول الثالث راجل بيرفعها جت جول، ودي بتخبط في القايم لكن يردها تاني. جماهير الاسماعيلي خارجه لقطه حلوه قوي، زعلانين معلش احنا بنقول ده مره بتحصل، وهوبا يقدر كاد عبد الوهاب ان يكون في الصوره، كان هيعملها والله محمد عبد الوهاب. الجماهير مش مصدقه يعني، ابتدى ده جماهير نادي الاسماعيلي يعني من تركيز واهتمام الى هستيريا. يعني شوف عملها حلوه قوي بلال بفكره جميله لوب كده، لكن صقر اسامه حسني يقول له معلش يا بلال انا خدت الكحكه منك. الهدف السادس يجيبوا 3 هاتريك بركات، 2 ابو تريكه اسامه حسني. وتوفيق المدرب بقى، يعني انتوا شفتوا حسن شحاته في ماتش ليبيا منزل احمد حسن يجيب له الجول الثالث المهم، هنا ينزل اسامه يقوم يجيب جول، وابو تريكه وبلال كان هيجيبه. يعني اي مباراه حتى الان نتيجه مجهود كبير جدا. ايه اللي هيحصل في الدقيقتين اللي فاضلين غير الوقت بدل الضايع؟ عصام مع الفتاح حكمنا دولي، ودي هجمه حلوه لعمر، مجهود كبير وانتاج قليل، لازم يصلح لعبه عن كده، وبيشوط كره حلوه، ولكن كان هناك امير قفاز الاجاده يرتديه النهارده في ماتش كبير، ووشك حلو يا امير. والكابتن ناجي طبعا هتلاقيه مبسوط بيك جدا لانه انت مدربين حراس المرمى، الكابتن ابو ليلى هنا بيهمه جدا نجاح محمد فتحي، لان الحراس المرمى دول عددهم قليل، هو بيتبناه، يعني بيبقوا 2 أو 3 بياكلوا معاه وبيروح مع البيت وبيقعد مع ابنه اخوه الصغير عبد الوهاب، والقدم اليسرى واسامه عنده دي كويسه وقفها لكن طولت. هجوم او طوفان اهلاوي، وادي شاوي عاوز يعمل كره تمريره بينيه كده، لكن بتقطع من حسني عبد الرب، فات من 1 و2 رجع له مين؟ حسن مصطفى. لا حسن مصطفى النهارده ياخد يعني لازم يديله مكافاه خاصه مانو جوزيه اذا كان بيفرق مكافآت من عنده. واسلام الشاطر وتتحط فيه خبر ابيض، والقايم تاني مره، مش ممكن يا بلال، كله الا انت يا بلال. القايم الايمن يتعاطف تماما مع اهو محمد فتحي، وهي قلشه شويه من بلال وخلصه عملها له برضه ابو تريكه. يا سلام، تمريراتك كالاوامر يا تمريراتك كالاوامر يا حبيبي، مش ممكن التمريرات قاتله، لازم الانتاج ده ياخد درجات. اللعيب اللي بيعمل الباص الحلو ده تمريرات كالشاه، تمريرات كالاوامر، الغاء الذاتيه، هي دي كره القدم. دقيقة 45 على ساعتي، لسه ما شفناش حكم رابع محمد فاروق هيدي ايه، وهجمه اسماعيلاوي اهو. شوفوا الاسماعيلي مغلوب 6، ولكن برضه هاجمين، برضه بيحاولوا، ما فيش يأس. خلاص ادي فتحي بيلعب، اتصد من قصاده،
حط رجله شوقي، ارتكاز ورا السنتر باك اسلام الشاطر. احدى الهجمات من ناحيه اليمين اسلام الشاطر عامل اختامه، واحد البنوك المتحركه اسلام الشاطر على فكره في فريق النادي الاهلي ما شاء الله. اللفه دي النادي الاهلي دفع 870 الف جنيه للزمالك، وهو اللفه اللي لفها في اتحاد جده. احد البنوك المتحركه في النادي الاهلي اسلام الشاطر. محمد عبد الله في تسلل على عمر جمال اللي ماسك الفراوده صبحي راشد، فراوده الاسماعيلي، جاي من التسلل صح 100%. ما زلنا داخلين. اوه ده ابو تريكه عاوز يعملها لوب لان فتحي طالع ما جاتش زي ما عاوز. محمد شوقي هتشوفها تاني. محمد شوقي ولا ابو تريكه؟ لا ابو تريكه اللي لعبها لشوقي. يا سلام. وشوقي عاوز يحطها لوب لكن بتيجي في ايد، هو عاوز يعملها لوب لازم تعلى شويه عن كده. الفكره حلوه، التنفيذ ناقص شويه. وفي هذه اللحظه احبائي الكرام بيصفر حكمنا الدولي عصام عبد الفتاح عشان ينهي هذا اللقاء الجميل المثير اللي انتهى لصالح النادي الاهلي 6-0.